وشعوركم الصادق وإحساسكم بمعنى الأخوة في الدين والأخوة في الله والأخوة في كل ما يتعلق بإحياء ما فيه قوة للإسلام وعز للإسلام. فحضوركم ومجيئكم وكلامكم الطيب حقا يجعل فينا آمالا جديدة ويعمل في نفوس كل المسلمين الذين حضروا هنا أن للإسلام قوة باقية دفينة. إذا تحركوا في إحياء هذه القوة إن شاء الله سيجدون أنهم أحسن من غيرهم وأقوى من غيرهم، ولكن ما دمنا نعيش خارج التاريخ خارج أنفسنا ونعمل لتاريخ غيرنا فإننا حقا سنظل دائما هكذا ضعفاء في الظاهر ولكن أقوياء في الباطن، لأن القوة لله تبارك وتعالى، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ونرجو أن نفقه جميعا كلنا جميعا أمة واحدة، أمة كما قال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. فلنعمل جميعنا على تحقيق هذه الوحدة الإسلامية وهذه القوة الإسلامية، وكل شيء ممكن ولكن برجال أقوياء يستطيعون أن يقدوا المسؤولية. نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون أول قدم في نيجيريا لتحقيق هذه الغاية للإسلام وللمسلمين وللأمة المحمدية في كل مكان. جزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا سيد الوزير، كلمتكم الطيبة وهذا يومكم، لأنكم ترون في هذا اليوم أن الأمة الإسلامية يمكن جمعها في شيء واحد، ممكن جمعها إذا صدق فيها العزم وتمنى كما تمنى سلفهم الصالحون في تقوية هذه الأمة وتوحيدها. لا بد أن الله سيكتب لكم النجاح، لأن من كان لله كان الله له كما يقولون في المثل العربي. جزاكم الله خيرا. ونرفع الجلسة وإن شاء الله تعودون بأمان إلى بلادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.